السلام عليكم. يوم تخرجون من العراء من زمهرير الشمس من برد الشتاء، يوم تبعثون مع الصديقين والشهداء. سلام عليكم يوم تولدون من رحم الحق ومن رصاص البندقية، من الدمار ومن دوي المدفعية، من وطأة الحرمان ومن قسوة السجان، من تهكم وسخرية الجواري والغلمان، من أمثال وائل وأم وائل وندى الوزان. تلك المعجونة بقبح الطبقية والمناطقية وعفن السلالية اللاهاشمية التي حولت الغزاة المحتلين القادمين من بلاد عبدة النار إلى متملكين للأرض والإنسان في يمن الإنسانية والإيمان، لتصرخ أمة السيد بكل صفاقة المحتل وهي ترمي ما جمعته في حصالة المجهود الحربي من بقش كما تقول في وجه السائق اليمني الأصيل صاحب الوطن وابن تربتها الطاهرة. ليس اللوم عليك ولكن على من أبقاك بيننا، أو بلهجتها من خلاك بيننا. إنه زمن العجائب، هذا الذي يجعل الغزاة يمنون على صاحب الدار ببقائه بينهم. لكن لا عجب، فحين يفقد المرء حياءه له أن يصنع ما يشاء. وكيف يستحي من أفقدوا الناس حياتهم واستولوا على أرزاقهم وحولوا أعزة أهل اليمن إلى أذلة ومشردين؟ ومع ذلك هناك من يحتمل كل هذه الإهانات ويبررها، وهناك من ألجمه الخوف فالتزم الصمت ولم يعلم بأن الصمت عار، كما قال شاعرنا الكبير عبد العزيز المقالح. نعم، الصمت عار والخوف عار. من نحن عشاق النهار، نحيا نحب نخاصم الأشباح، نحيا في انتظار، سنظل نحفر في الجدار، إما فتحنا ثغرة للنور أو متنا على وجه الجدار. لا يأس تدركه معاولنا ولا ملل انكسار، إن أجدبت سحب الربيع وفات في الصيف القطار. سحب الربيع ربيعنا حبلى بأمطار كثار، ولنا مع الجدب العقيم محاولات واختبار. وغدا يكون الانتصار، وغدا يكون الانتصار، بل اليوم سيكون الانتصار وليس غدا. اليوم سنبني إلى المجد سلما من التضحيات. اليوم سنخلع عباءة الظلم وعمامة السيد وأوهام الموهومين بالحق الإلهي والعرق والسلالة الأنقى، فكلنا لآدم وآدم من تراب. اليوم سيكتب التاريخ عن رجال جاءوا من رحم المحال ليصنعوا المحال ويزرعوا في عيون الشمس أمية الوطن المذبوح في التلال والسهول والجبال، ليرسموا ملامح الغد المشرق المفعم بالعدل والحرية والمساواة. اليوم وليس غدا سيرحل المسكونون بالعنجهية المذهبية والسلالية عن سمائنا لتمطر سحب الحرية من جديد في الحديدة. وضعوا تحتها 1000 خط. الحديدة ربما الآن وربما غدا القريب ستشرق فيها الشمس. نعم، نقولها اليوم وكلنا ثقة كما قالها أجدادنا قبل ما يزيد عن 50 عام، وهم يسقطون حكم الأئمة ويصنعون حاضرهم ومستقبلهم. سنعلنها مدوية، صيحة بعث تصغي لها الأمم، كما صرخ بها أبو الأحرار محمود الزبيري بالأمس ضد جبروتهم. ها نحن اليوم نخاطب الزمان والمكان وكل من على وجه البسيطة، نخاطبهم بلسان الأحرار والثوار والأبطال في الميادين. نقول لهم كما قال الزبيري: هنا العروبة في أبطالها وثبت، هنا الإباء، هنا العليا، هنا الشمم، هنا الكواكب كانت في مقابرها واليوم تشرق للدنيا وتبتسم. هنا البراكين هبت من مضاجعها تطغى وتكتسح الطاغي وتلتهم. لسنا الأولى أيقظوها من مراقدها، الله أيقظها، والسخط والألم شعب تفلت من أغلال قاهره حرا فأجفل عنه الظلم، والظلم نبع عن السجن ثم ارتد يهدمه كي لا تكبل فيه بعده قدم. إن القيود التي كانت على قدمي صارت سهاما من السجان تنتقم. إن الأنين الذي كنا نردده سرا غدا صيحة تصغي لها الأمم. والحق يبدأ في آهات مكتئب وينتهي بزئير ملؤه النقم. جودوا بأنفسكم للحق واتحدوا في حزبه وثقوا بالله واعتصموا. إن اللصوص وإن كانوا جبابرة
لهم قلوب من الأطفال تنهزم. فيا فتية اليمن السعيد، خذوا المدى واستأنفوا نفس الجهاد مديدا. أنتم غدا أهل الأمور، وإنما كنا عليكم في الأمور وفودا. وجه السعيدة ليس يغضب ربكم أن تجعلوه كوجهه معبودا. ولوا إليه في الصعاب وجوهكم، وإذا فرغتم فاعبدوه هجودا. إن الذي قسم البلاد حباكم بلدا كأوطان النجوم مجيدا.